تقريبا باتشوكا المكسيكي بقى زي صن داونز، بقى عقده للنادي الاهلي. صحيح النادي الاهلي ما عندوش عقده، ولكن لما انا النهارده اقابلك 3 مرات، فتكسبني مره 4-2 وتكسبني مرتين بضربات الجزاء وتكسبني، وكان بيني وبينك ان انا اخد البطوله ومضيع لي ضربتين جزاء والدنيا كانت زي الفل، ولكن برضه عقده باتشوكا ان النادي الاهلي بيخسر، يبقى انت ما كسبتش باتشوكا ده ولا مره، سواء على مستوى الودي او على مستوى الرسمي. فلا يعني انا كنت متوقع ان النادي الاهلي هيعمل اداء احسن من كده، ولكن رفقا بالراجل. يعني احنا لو هنيجي نتكلم عن الراجل هنقول ان الراجل لسه يا دوب ماسك الفرقه ليه 3 4 ايام، مش هقدر اطلاقا ان احكم عليه. الراجل تمرينتين 3 مش هم اللي كافيين ان الراجل يقدم كورته وينفذ الخطط بتاعته في الملعب. هنشوف اداؤه في كاس العالم للانديه، وبرضه يا جماعه بالنسبه لي مش مقياس تماما، او اللي هيحصل في كاس العالم للانديه مش مقياس لان انا اني اقيم الراجل تقييم دقيق وتقييم صريح. لازم النهارده اديله من 7 8 9 ماتشات، وبعد كده اقول فين اللمسه بتاعته، فين الفكر بتاعه في الملعب، الجمل اللي الراجل فكر فيها وغيرها في النادي الاهلي. يعني مثلا شفنا في الماتش لا الدفاع بتاعنا لا بعافيه شويه، لا محتاجين ان احنا نبقى اكتر شويه في الدفاع ونشوف الثغرات اللي مفتوحه عندنا في الدفاع. الراجل عنده شغل كتير يعمله، وعنده لعيبه كتير جدا. الراجل واخد 28 لعيب معاه، فالراجل لاعب فرقتين الشوط الاول للنسيان للنادي الاهلي، ما عملش فيه اي حاجه، الخطوط كانت بعيده عن بعض، ما كانتش اللعيبه مقربه من بعض، والمساحات كانت برضه لا يعني كل لعيب والتاني بعيد عن التاني. خط النص في الشوط الاول كان وحش جدا، يعني ما فيش ضغط، ما فيش في ميس باص، في مشاكل. لما اتغير في الشوط الثاني ونزل حمدي فتحي واليو ديانج، لا الدنيا بدات تظبط شويه، ومحمود تريزيجيه تقدم فالراجل جاب جول التعادل. فلا ما نقدرش نقيم التجربه قوي، بس نقدر نقول ان شاء الله بدايه كويسه. في ناس كتير مش متفائله، ولكن لا انا بقول لحضرتك تفائل، الراجل ان شاء الله هيقدم كوره كويسه مع النادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي يعمل حاجه في كاس العالم للانديه. فبقول للناس ما تحكمش بدري على المدير الفني، دايما اتعودنا ان احنا نستنى نتريث نشوف الراجل هيقدم ايه هيعمل ايه. وانا شايف ان الراجل واخد الموضوع على محمل الجد قوي، يعني الراجل شفنا له تدريب واثنين وثلاثه، الراجل صارم، الراجل بيحاول ان هو ينفذ فكر في الملعب، بيحاول ان هو يشوف التشكيله الامثل اللي هينزل بيها كاس العالم للانديه. هنتحمل ان الماتشات الساعه 3 الفجر والساعه 12 بالليل، ولكن يعني ايه ورا الاهلي في اي مكان. ان شاء الله النادي الاهلي